المهم يا طويل العمر، أنا قد قلت لا أخي يبيع الأرضية بس ما رضى أشوف. قلت لا يبيعها وبدل ما يهانك عن نفتح مشروع ونستثمرها ونشتري بدل الأرضية ثنتين. وو أبو حطاب مالك من بين أكلم؟ أنا معك. ما قلت كلامي سابرة وماشي. أهم شيء يا صاحبي الأخلاق والصلاة وطاعة الوالدين. هكذا متأكد؟ الله المستعان، كلام مضمون. ايش من اخلاق يا مدوخ؟ من بين حاكي من اول او بين حاكي الجداء؟ ما المال دحين. الله يلعن من زيد يخزن معك ولا يجابرك. يا أخي الصدق حسي بشو عندك، حسي في موضوع ثاني. كان عاد تقول لي اسكت وانا اخليك تفكر براحتك. لا يهجعنا. وين حسك بايش بتفكر؟ يا أخي الشيء تزوج وابي ما ربص بمكنني شوية. ايوه مشي دائما بجناح قلب عن سوا. لا يستحق اقل شيء احترم اللحية هذه. ما تفعل بالزواجه كدك هكذا مرتاح مفتين، ضروري تدي لك قمالة فوق راسك. كلامك صح، لكن الشيء تزوج بأي طريقة. تشتي ابوك يزوجك؟ هيا نعم، من بيكلم انا من اول. خلاص اسمعني. متأكد؟ 100% علي. خاطرك. الله معك. من وين الصوت هذا؟ أكيد يا أخي من غضب أبو حطب. هيا قم بشرى ابو حطب، قول له يوطي الصوت الناس راقدين. أبو حطب من؟ مالك رافع صوت الامبيزري ومغلق الباب، افتح كلمة. اوف من اول اوادم، ما يخلي واحد يفتح حتى في ليل عرسه. اجلسي يا روحي، انا شاسر افتح الباب وارجع. يا ماشتي مالك بتجابر نفسك؟ انا جابر مرتي. من مرتك أنت والجنان؟ يا ما تخلي واحد ثاني ومرته. أي مرتك أنت والجنان؟ بس وطي صوتك، المرة حقي راقد. مرتك يا خلي ها مالك أبو يا حطب جنن. كيف جنن؟ جنن ما دراني. لا جنن جنن قدوم مجنون مجنون. المصحة ما عاد لا غيره. يا ولدي هذه اللعبة مش مرتك. الا الله مرتي. خلاص يا ولدي دي هي اللعبة هذه وانا كنت لك مرة حقيقية. بشتي ولا واحدة، هذه مرتي. ادخلوني هجاء ماشي شافت لكم البيت انا ومرتي. أمانة ما دحيني بقى بس إن إحنا نزوجه. هي اسمع إنك نخرج نمسكها ونفعل به. ايوه انا الشجاع رسل هناك ابو الافكار. يو أبو حطاب أنا دارية إنك بتسمعني وما تشيش ترد. اوف هتخليني ارقد، انت جاية ما قد رقدتش. بسرت إنك صاحي بتسمعني صح. يلا شلني بيت أهلي. حسبي الله ونعم الوكيل. هيا ما اشتي ولا اشتيشي، قوم شلني بيت أهلي. خلاص انا اسف يا مرة، حكش علي ما اشتي. أنت داري إن بنت خالتي هتتزوج يوم الخميس وأنت مدعمم. وانا مسأل لها اوصل احجر لها. لا يا شيخ لا تحجر ولا شيء، اديلي حق نكش وكوافير وحق فستان. بنت خالتي عزيزة علي. وانا ميتي يا مرة، انت دار النوبي بشقى علي انا وانتي كل شيء. وانا مفعل لك، دبر نفسك، ما حد جبرك تتزوج. يا مرة ما بش، مرة ثانية وانا اعوقش. كده انا على بيت اهلي يعزني. قلت ماشي، اتدلي الذي اشتي ولا قوم شلني بيت اهلي. ناي صباح الخير يابا. صدق الله العظيم. يا صباح الخير والعافية. هي ما قد به.
ما بالله ما بالله به ما دام قلت فيها ما بالله هذه قلت فيها زلط. ما بالله بنت خالتي ما راح تتزوج. ما فعل لها قد بطلت اغني ولا على سنة اغني لها. أشد هذا الناس من المرة تتوفر وتتنقش وتدي هدية الحريوة. يا ولدي انا زوجتك تعقل ما زوجتك عشان تيجي الجيران ثم مرتك. سهل يا بعادي حريوة أنا شو اشتغل ارجع عوضك. امري وحالي الى الله. يلا ما عاد اقوم اديلك. مين؟ تعال وين تصير؟ أدخل بيتنا أو غيرت بالعنوان إلا بيتنا. إلا بيتكم يا ظريف. وين العشاء حق كل يوم؟ ها كل اليوم الحاصل. عن داري ما بين كل شي الفاصوليا. سير تديري اندومي وبيض وتحلية. أهم شي تيجي على حالية. اوكي؟ كل يوم نفس هذا الطلبات غير حتى يوم زبادي ولا قشطة. والله يا شيخ ما بش بيني مغص. تديلي زبادي وقشطة. اقطب سيرتي عشاء سأم الناس. حاضر. نعسر وين الحساب؟ ما ضاق سجل فوق الأولى. أسجل ما هو حسابك 80,000 ولا اليوم ولا قلت ريال. سال يا شيخ مهند يوم ثلاث وتيارك معها. حاسب ولا طرحت حق الناس؟ بس شو ضروري انك تتعشى جبن وحلاوة وزدت حلي. يا مهند عاد المرأة عروسة هذا الحين دلعها. دلعها من حسابك مش من حسابي. خلاص يا عم مهند هذا آخر يوم التيم من عندك والحساب يوم الثلاث ماشي فعل ما اشتيت. صابر خير أنا بسر. الشام يا عيالي يا جرام هذا صبر عندنا والله شكله عندنا. يا مرة يا مرة على السيري يا مرة. اسمعي يا مرة اسمعي يا آخر مرة يا مرة أي ساعة مش حرام عايش. اعتبريها في وجهي يا مرة هذه المرة اعتبريها في وجهي امسحيها في وجهي. والله مجلسك في بيت. سمعت امك بتسيح فوقي وماشي. يا مرة حرام عايش عاجل حبنا بس. عين حب وين طلي. شارح لي بيتنا لو انت تشتيني جي لهنا نتفاهم. يا مرة اسمعي ما مش معانا مجبر يا مرة خلاص بس. وهذا الذي حصل يا نسب ما بالشيء سوء تفاهم واختك بالكل الذي غلطت عنه. ها بعد اختي الغلطانة. اختي ما غلطت. كيف تقوم المطبخ وعادها عروسة؟ بس يا نسب قبل شهرين. المفروض بعد 5 أشهر تقوم المطبخ. امك الغلطانة سبت اختي ودت كلام عليها شوعة وقالت انها قليلة حياة وبني بلا تربية وهذا الكلام كبير قوي. خلاص يا نسب امسحها في وجهي. بس حوبك البلاط. اختي ما عاد ترجع الا بهجر بحق ما امك غلطت عليها. وبعد الهجر كسوة وخاتم مع اخراس ذهب. غير هذا الكلام ما بش عندي مرة. قوم انقلع من قدامي لا خليك تروح للبيت رج. يلا. قلعت العصر وحال حتى يشتي مني هجر وذهب وكسوة. انا زوجتك تمام. انا علي زوجتك دحين بسلك بيت انت ومرتك وجهارك. يلا قلع يا الله الصورة. وين الزلط يا سارق؟ قلت لي 3 أيام واليوم لنا أسبوع. والله يا أبو حطب لو ما تدي زلطي اليوم إني لا أخرجها من راسك. يا أخي ريع عزاتي طالع ريع واسرتي وارجع. وين التلفون اللي شلته من المحل؟ كنت حتوري بيتكم وترجعه ولا ما قد رجعتش؟ حاضر هو في البيت ريع وانتي. اسمع يا أبو حطب اليوم زلطي تجيني ماشي أقسم بالله لا أنت على قتله مغبره وأنت أخبر. حاضر من عيوني. وين زلطي يا ابو حطب؟ انا رحمتك وسولفتك ذا احنا اشتي زاطي لاقوم هينك. شرف شيء بعديها ولا يهمه. يا اخي قلت لنا من هذا المصدر. اشتي حق اليوم. يا اخي ريع بعديها لا نعرف زلط الحين.
ما ابو حد ابقدوا هكذا. انا قلت لا يمثل مجنون. الرجال جنن من صوتك. الآن فندق وأجنحة ديلوكس السياحي، خدمات راقية، غرف وأجنحة واسعة، أجنحة خاصة بالإرسال، طيرمانات مطلة على عاصمة صنعاء، شيش ومعسلات نت مجانا، موقف خاص بالسيارات. اقضي أحلى ليالي العمر بفندق ديلوكس السياحي. العنوان جولة عمران أمام مطعم الشيباني رويال جوار سوق الرضي. للحجز والاستفسار الاتصال على الرقم 7790000309 أو 01332218.